الفيلم بيبدأ بطفلين قاعدين فوق سطح البيت، فالولد بيعترف للبنت انه بس بنت تانية صاحبته، فصاحبته قلبت كده وفجأة قالت له انت بوست البنت الغلط، وهوب زقته من فوق السطح. طفولة بشعة جدا بس ما عليه. الفيلم بعد كده بياخدنا لحتة تانية خالص. الشاب الجميل ده لعب كرة في المدرسة وكان عنده ماتش، فحد عمل له تاكلينج ووقعه على وشه، بس قام منها الحمد لله. وبعدها راح حفلة لاصحابه، وهو قاعد في الحفلة مع الحتة بتاعته، في واحدة عمالة تبص عليهم من بعيد. ما علينا. فتراهن بعدها مع واحد صاحبه انه اسرع منه، فعملوا سباق، بس للاسف ما قدرش يكمل ووقع عشان مصاب في ركبته. وبرضه نفس البنت المريبه دي عماله تبص له بصات مريبه. الولد بيحاول يتعافى بسرعه عشان يرجع الملاعب بسرعه عشان ما يفقدش المنحه الدراسيه اللي هو واخدها. فهو بيجري خبط في واحده واعتذرت له وكمل. برضه البنت المريبه دي عماله تبص له. وسبحان الله الصدفه ان بس البنت المريبه دي شغاله مع الست اللي خبطت لاعب الكوره. فهم قاعدين، جه ولد شكله بيكراش على بس. ايه الفيلم اللي كله بيكراش على كله ده؟ المهم قالت لها بس صديقك جه. قالت لها انا لست صديقه. قالت لها براحتك بس خدي بالك لان في شعره ما بين انك تبقي كيوت وانك تبقي مريبه، فتيك كير. المهم المعلم ده روح لقى صاحبته هناك، قال لها بصي بقى انا محتاج اخد بريك. ده انت جاحد يا جدع، عايز تاخد بريك من دي؟ المهم كالعاده هي بتراقبه في صمت. وفي مرة وهو بيجري هي كانت ماشية بالعجلة وخبطوا في بعض، فقال لها أنا سكوت، وهي قالت له أنا بس. قال لها أنا شفتك قبل كده. قالت له أنا معاك في نفس الصف بس أنت الأحول ما بتشوفش. قال لها أنا آسف ما خدتش بالي. طب بتسمعي إيه؟ فسمعته. فهو قال لها حلو قوي بس أنا لازم أمشي. فهي قالت له طب وأنت بتسمع إيه يعني؟ الهاند فري مناولة مش مقاولة. فسمعها. هي طبعا قربت منه عشان تسمع ومش عايزة تبعد بقى خلاص. فقال لها ايه، هنسمع الألبوم كله ولا ايه؟ عجبك؟ قالت له قوي. وهي يا عيني هتريل عشان بس كانت واقفة جنبه. وهو قال لها مبسوط اني شفتك يا بس، سلام. بعد كده هو نزل بوست بيقول حد جاي سينما. هي عملت لايك وراحت. فهو قال لها بس ازيك، انت قريت البوست بتاعي؟ قالت له انهي ده عشان مش واخده بالي. قال لها لا ولا حاجه، يلا بينا نخش. وهو مسك ايديها وحاجه حلوه قوي، بس للاسف كل ده بتتخيل واللي راحت معاه الفيلم الاكس بتاعته عادي جدا. الباب بتاع شقته اتفتح، فابو سكوت نده عليه، بس هو مردش، وده منطقي لان سكوت اصلا ما راحش لسه. فيا ترى مين اللي دخل البيت ده؟ الاكس بتاعت سكوت صحت لقت مكتوب على الازاز الواد ده بتاعي. قال لها طب مين بيعمل كل ده يا جدعان؟ هل بس هي اللي بتعمل كل ده؟ فسكوت كان معدي فرمى السلام على بس عادي، يعني ما عملش اكتر من كده. فلقاها بتقول له انت فنان، وراحت مطلعه رسمه هو كان راسمها بس رماها. فقال لها انت مجنونه، انت بتاخدي ورق اللي رميه في الزباله؟ ده انت متوحده صحيح. وحس بقى ان بس هي اللي كتبت الكلام على الازاز وهي اللي عملت كل الهري ده. سكوت كان بيتمرن وهو بيتمرن في ايد بتحاول تلمسه، فهو اتفزع. هل فعلا بيس ورا كل اللي بيحصل ده؟ موقف تاني وهو بيعوم وسايب موبايله، في خياله واحدة ماسكة تليفونه وبترميه. فهو بيدور لقى مرمي في المية، فجابه وروح وبيحاول يشوف من الاي كلاود يا ترى هيعرف يرجع الحاجة والصور دي ولا لأ. وفي حاجات طبعا للإكس بتاعته، بس اتفاجئ ان هو بعت كلام باسلوب لا يليق خالص للاكس بتاعته. فراح للاكس عشان يفهمها لكن هي ما ردتش عليه. فراح لبيس يتهمها بان هي اللي عملت كل ده وهي ما بتنكرش حاجه. فجه اللي معجب ببيس يدافع عنها، فسكوت هوب راح رزعه بالبوكس في وشه وخد بعضه ومشي. سكوت راح للاكس بتاعته وقال لها مش انا اللي بعت كل ده. قالت له انت عايزني ابعد عنك صح؟ برافو عليك انت نجحت في ده. بقول لك مش انا اللي بعت كل ده. قالت له بقول لك ايه، فكك بقى من شغل الكراشات بتاعتك ده اللي عماله تطردك، انت مش مميز قوي يا حبيبي للدرجه دي. وسابته ومشي. فالاكس كانت في حفله في بيت، بس دخلت تعيط فلقت بيس وراها بتديها منديل، وقالت لها شكرا ليكي ومشيت. طلعت تنام، فحد دخل عليها وبيخنقها، طبعا محدش حاسس بيها. فخلاص هي قطعت النفس، يا ترى ماتت؟ طب مين اللي بيعمل كده؟ هل بيس برضو؟ بس الحمد لله جولز ما ماتتش ولسه حية. ونزلت حكت لسكوت، فخدها ووصلها وقال لها انا هتصرف في الحوار ده. وكان مروح وهو سايق لقى حد طلع فجأة خبطه، فنزل جري يطمن على اللي خبطه ولقاها البنت اللي شغالة مع بيس في المكتبة. فقال لها انا اسف جدا، انا هوصلك البيت. انا سكوت. قالت له انا اندي، بسيطة مفيش حاجة. فخدها البيت ونضف لها الجرح. فدخل المطبخ يغسل ايده لقى لوحة شطرنج، فقال لها حلوة قوي لوحة الشطرنج دي. قالت له اه بالظبط زي اللي عندك في البيت، وراحت هوب رزعها على دماغه.
وطلعت هي اللي عملت كل الحوارات اللي فاتت دي، من أول ما خبطت فيه قصدة ورمت الموبايل بعد ما بعتت الحاجة من موبايله لحد ما خنقت جولز الإكس بتاعته. ظلمنا بس والله. المهم سكوت جاي يفوق لقاها جنبه فبيزقها وجاي يجري، قامت ماسكة رجله وهو وقع، راحت داست على رجله كسرتها له. يا لهوي يا لهوي على الجبروت يا جدعان، دي مش عايزة واحد تحبه، دي عايزة 15 سنة مع الشغل. فراحت جابت حقنة مهدئة وظرفته في كتفه، فهو فاق لقى ركبته مربوطة وألم رهيب حاسس بيه، وهي بتلبس ونازلة فلقيت واحد بيخبط، طلع اللي بيكرش عليها وبيسألها مختفية فين ووحشاني. يا عم تشوفش وحش. في نفس الوقت ده سكوت بيحاول يقوم ويطلع من على السلم بس طبعا مش قادر، فالكرش بتاعته المجنونة دي عمال يقول لها أنا بحبك واديني فرصة، وهي بتقول له ابعد عني، فقال لها مش هقدر أسيبك. راحت بايسة بقى وغزته بالسكينة في نفس الوقت، ما عشان مش فاضيين، دي مش مجنونة عادي، دي محتاجة إعدام. وقالت له كان الموضوع هيبقى أحلى لو كنت سكوت، بس أنا مش عايزاك أنت، يعني أنت مش عايزاه تروحي قتلاه، أعوذ بالله أعوذ بالإنسان الرجيم. وسكوت يعني بيحاول يطلع بس لقى ست العفريتة في وشه، فبتقول له ارسمني. اشمعنى رسمت بس يعني وما رسمتنيش؟ قال لها انا ما رسمتش حد. قالت له ارسم لي وهسيبك تمشي. قال لها امين. في نفس الوقت بيس بعتت لصاحبتها اللي خاطفه سكوت انها عايزه تقابلها، وخدت بعضها وراحت لها. سكوت رسم ست العفريتة بس هي قطعت الرسمة وقامت قالت له ارسمني تاني. قام ماسك القلم الرصاص وراح مديها واحدة في الفخدة، وقعت هبت دماغها في الحيطة لحد ما اغمى عليها. وبس وصلت لقت نقطة دم على الباب، فبتبص لقت سكوت بيزحف، فجاء تدخل تلحقه لقت ست العفريتة جاية مسكت دماغها سفلتت بيها الأرض، وطلعت القلم الرصاص اللي مخزوزة بيه ولسه هتضربها اللي بيكرش على بيس لحقها وزقها، وسكوت ظرفها بالرجل وقعت من على السلم. فبدأ يفوق بس وفقت فعلا. سكوت بدأ يشكرهم هما الاتنين بغض النظر عن البوكس اللي رزعه سكوت للواد اللي أنقذهم. وبس ارتبطت باللي بيكرش عليها وقالت متوحد زيي وهينفعني نخلف مرضى نفسيين زي الفل. وسكوت رجع للصاروخ اللي كان مرتبط بيها، وكل واحد بقى زي الفل مع الحتة بتاعته. لا استنى بس، ما هو الفيلم ما خلصش على كده. في دكتور نفسي بيستجوب واحدة وبيقول لها انها اتسببت في كذا جريمة، فقالت له ايوه بس دي ما كانتش اول ضحية. وبنرجع فلاش باك وبنكتشف ان هي دي اللي كانت طفلة في اول الفيلم، ورمت الطفل من فوق السطح لمجرد ان الولد قال لها ان هو بس بنت تانية. فقال لها وماله، انت كده كده مطولة معانا هنا. ردت بكل برود وهي بتضحك. انا ما بفضلش في مكان واحد كتير. وبينتهي الفيلم على كده.